غلط من الزبائن يقولون اللبس الكوري مو حلو على اطفالنا. الله وكيلكم محمد كفيلكم، احلى لبس هو اللبس الكوري على اطفالكم، خاصه اذا طفل كان عنده شعر او عنده قصه. ابنك عنده قصه ويلبس هذا السيت، الله وكيلك يطلع يموت، بس بعد يطلع كوري بحت. بس بعد جمال هاي اللبسه الكوريه، بس بعد شاكيه، تبع لي الشغل، بعد الترتيب. طبعا هذا الموديل الاول انتهينا منه، تعال شوف الموديلات البقيه. طبعا كل الجاكيتات راح تجي حياكه، والبودي مالتها راح يجي بهذا الشكل، وباعي لي البنطلون مالته راح يكون بوي كوري يجنن. هاي موديلات كوريه يعني لبسه تجنن. باعي لي بعد تفاصيل هاي اللبسه. طبعا اكو لبسه كاجوال واكو لبسه رسميه، يعني هاي اللبسه اللي قدامكم تبين لبسه رسميه المناسبات الرسميه. بس بعد التفاصيل مالتها، بعد البنطلون، بعد انا اكثر شيء احبه باللبسات الكوريه هي البنطلون مالته عريض بوي يجنن. وبعد هاي لبسه تجنن، موديل يجنن، راقي، سعره كلش بسيط. بعد القياسات راح تبدي من 1 سنه لحد 10 سنوات. وبعد هذا الموديل، هذا اللون غريب عجيب. باعي يجي هودي، هاي الهودي مالته، وهذا الجاكيت، وهذا البودي، وهذا البنطلون. موديل يجنن، سعره كلش حلو.